ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى اتحطيت في حته موقف. في ايه؟ مالكوا يا عيال؟ العيال طالعين عليا من الاوضه هياكلوني، عايزين بيتزا يا ماما. عايزين ايه يا حبايبي؟ عايزين بيتزا يا ماما بقى. نهار ابيض، بيتزا ايه اللي اجيبها دلوقتي؟ قمت بقى اتشمللت كده واتشمرت وعملت لهم البيتزا في البيت. وفكرت بقى ان انا بقى كان عندي كوبايتين دقيق وشويه لبن وشويه زيتون وشويه طماطم وفلفل وحبه جبنه موتزاريلا في التلاجة، وهم كوبايتين 2 دقيق. وسويته على الطاسة من فوق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، كل 2 مع بعض. ويا سلام لو حطيتي طاستين على البوتاجاز هتخلصيها بسرعة البرق. هتقولي لي ازاي بقى؟ هقولك توطي عليها النار وتحطي شوية زيت او سمنة زي ما انت شايفة انا بعمل كده. الخطوات سهلة وبسيطة. كوبايتين دقيق او نص كيلو دقيق، ذرة ملح، وتقلبيهم وانزلي عليهم بالبيضتين على طول. وانزلي عليهم شوية بقى كده وهرسي فيهم شوية كده، وانزلي عليهم بشوية شوية من اللبن. خدوا مني كوباية لبن، واللبن ما يكونش مغلي يا جماعة. قولي لي ليه بقى؟ عشان يدي معاكي الطعم المظبوط ده. وقعدت اعجن 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 لما العجينة بقت كده، وشوية من الزيت، ورحت مكوراهم عليه. خلصتها في ثواني. لقيت العيال الله يا ماما انت خلصتي؟ اه خلصت. عجنتها في 5 دقايق. رحت عايزة الرخامة معايا دقيق، ورحت مقطعاها على 7 بيتزات. شوفوا بقى، 7 فطاير. احنا يعني شوفوا بقى سعر الفطيرة بره كام. وكوري يا شيماء وحطي على الرخامة. لازم طبعا يرتاحوا شوية، مش أقل من ربع ساعة. غطيتهم بفوطة نضيفة كده اهو وسبته. طلعت الزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا والطماطم، وكان عندي حبة سجق كده. وابتديت بقى مسكت واحدة واحدة من الفطير، أبطط وافرد على الرخامة وارقق. تبططي وترققي على الرخامة بشوية زيت، وفي النص ما تنسيش تحطي سمنة. وتجيبي بقى الجبن بتاعتك تحطيها الأول، وفي ناس بتعملها بجبن بس أنا حبيت أحط لها حبة سجق كده من عندي اسكندراني، العيال بيحبوه. وحطيت الطماطم وحطيت السجق في النص، ورحت ماسكاها مطبقاها. طبق الجنب دوت وتعصي سمنة، وتنزلي عليه بالجنب التاني وتعصي سمنة برضك. نفس الكلام. خلصت الفطيرة بتاعتنا. خلصتها. ولا اجيب لي العيال ليه من بره وانا صغيرة ولا ايه؟ خلصت يا شيماء؟ خلصت. وبسوي اهو كمان، ولا غبت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معايا حاجة. فريدي يا شيماء على الرخامة، وحطي معاكي جبن بقى، عندك رومي بس تنفع، عندك جبنة بيضة بس تنفع. وتطبقيها كأنك بتطبقي حاجة. ما بين كل جنب وجنب حبة سمنة بالبتاعة بتاعتك كده، واعمليهم وطبقيها زي ما انت تتاكل نية. شايفين؟ وعطسة من فوق. انا ما عملتش اي حاجة. وبكده بقى انا خلصت خلاص الفطيرة بتاعتي. ولا خدت وقت ولا خدت مجهود ولا خدت حاجة خالص. مورقة من جوه، وحاجة كانت تحفة. والطعم بتاعها كان لذيذ. العيال يقولوا الله يا ماما، احلى من الفطير اللي كنا هنجيبه من بره. اوعي تنسيني بلايك واشتراك في القناة لو عجبتك، عشان يا جماعة احنا بنكبر بيكم بتعليقاتكم الحلوة دي. ويعني عايزة اقول لكم ربنا ما بيضيعش تعب حد ابدا. حاولي كده انك تقومي وتسمي الله، وان شاء الله كل حاجة هتطلع معاكي في المظبوط. شايفين بقى منظر الفطيرة عامل ازاي؟ نستاهل عليه لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.